السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. يلا فيديو جديد مليان حماس وتشجيع وان شاء الله ينول اعجابكم. صلوا على النبي وحد الله وابداوا اليوم بذكر الله علشان ربنا يملأ اليوم بركة ونعرف نلم كل الحاجات اللي ورانا اللي ما بتخلصش. بدأت اليوم عملت فنجان القهوة علشان يعني افوق كده واظبط مع نفسي. وبدأت اللي هو في شويه هدوء، ما شغلتش اي حاجه حواليا، وحاولت ان انا ابعد عن التليفون ما شغلوش، لاني لو مسكته هيسرق الوقت بشكل يعني مش معقول. بجد اللي عايزه تخلص اي حاجه وراها تنوي ونيه لله انك مش هتمسكي التليفون. آه، اول ما تصحي خلصي كام حاجه وراكي كده، افطري، اشربي ميه، صلي، اقراي ورد، الحاجات اللي انت نفسك تعمليها ومش عارفه تلتزمي بيها. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كمان ما تنسيش انك تشتركي وتعملي لايك لو عجبك الفيديو، وتسيبي لي كومنت فيه ذكر الله علشان نطلع من الفيديو باستفادة وربنا يكرمنا اجمعين. وكمان صلي على النبي كتير كتير في سرك وانت بتعملي حاجة، خلي وقتك يطلع بفايدة. بتغسلي مواعين اعملي لها ذكر، استغفار، تهليل، تكبير. احمدي ربنا على ولادك، على جوزك، على الستر والرضا. الحمد لله، والله الحمد لله على بق المية ده. انا هنا كنت بحاول اشغل السخان بس السخان مش راضي يشتغل. يعني مش عارفة، السخان بيبوظ في الشتاء وطول الصيف شغال تمام. بس الحمد لله اهو، برضو رزق اللي هم فن الصيانة بتاعة السخانات والتكييفات والحاجات دي. ربنا يرزق الجميع. انا مش بزعل لما حاجة بتبوظ لان ده خير. آه بسيطة، يعني جت في حاجة زي كده اللي يجي في الريش بقشيش. فدا ولادك، فدا جوزك، الحمد لله. والحاجات برضو كل حاجة وليها عمر افتراضي. زي ما احنا بنتعب الحاجات دي بتتعب من كتر استخدامنا فيها والهلك والكلام من ده. صلي على النبي. فما تتضايقيش لما حاجه عندك تبوظ، غساله، تلاجة، بوتاجاز، ايا كانت اللي تبوظ، احمدي ربنا وقولي قدر الله ما شاء فعل. شيء بسيط وهيتصلح، اللي ديتها فلوس بسيطه. هتقولي الفلوس مش متوفره طول الوقت او مش موجوده. لا، هتتدبر وربنا هيسترها طول ما انتي في حاله من الرضا والسكينه كده، والقناعه ان كل شيء ربنا بيسرهولك خير. التعب خير، البلاء خير، يعني والله الشقاوة بتاعت عيالك دي خير. كل حاجة الحمد لله الحمد لله الحمد لله دائما وأبدا. رضا، ارضي بيها، ارضي بالقليل ربنا يزيدك ويكرمك ويوسع عليكي. ما تفضليش طول الوقت متشائمة ومكتئبة. ده أنا مش عارفة أجيب حاجة، ده أنا بصي شقتي عاملة ازاي. الناس بتجدد كل شيء، كل سنة، كل عيد الناس بتجيب لبس والناس بتجيب وتجيب. لا لا لا، مالناش دعوة. الناس ياما بتعمل وتسوي، هنربط نفسنا بيهم؟ أكيد لا. فما تربطيش نفسك بحد. انتي غيري غير دي غير دي، كلنا ما نشبهش بعض غير في تفاصيل، يعني 10%. ظروفي غير ظروفك، انتي تقدري تعملي حاجات انا مقدرش اعملها والعكس صحيح. فمش هنعقدها ومش هنزود الطينة بلة ان احنا نفضل نتباهى بحاجات اللي قدامنا ما يمتلكش 1% منها. ودي يعني خليها بالاحساس، مش شخص ما بيخلفش والله العيال تعبني ومطلعين عينيا وعاملين فيا ومسويين. طب ماشي، ما هو بيتمنى التعب ده، هو بيتمنى سهر الليالي. واحد مفلس مديون عليه وعليه وعليه. والله يا شيخ الواحد بتيجي الفلوس وتروح، يا دوبك جبت شوية فاكهة للعيال مش عارف بكام، وعارف رحنا في المكان الفلاني وصرفت 2000 3 مش اكتر من كده. الفلوس ما بقتش تعمل حاجة، هي الفلوس مش عاملة حاجة معاك انت. هو نفسه في 2000 3 يسدد ديونه، نفسه ان المرتب بتاعه يمشي ماشي لاخر الشهر ما يستلفش من حد حاجة. الحاجات دي بتفرق بجد مع الناس بشكل هستيري. يعني ماشي ممكن تكوني بتتكلمي على الله كده، مش مركزة مين وهياخد الكلمة ازاي، بس لا، خلي الكلمة يعني تقف دقيقة في دماغك. شوفي الكلمة دي تبقى صح هنا مع الناس دي، طب هتبقى وقتها ده لو هتغير حاجة وهتفيد بحاجة، والله تمام كملي واتكلمي. مش هتغير حاجة يبقى معلش حط لسانك جوه بقك وما تتكلميش احسن. يعني تقولي كلمة كويسة ما تقوليش. هوني على الناس، بلاش تكوني شخص متشائم، شخص متردد. لما حاجه تيجي يستشيرك في حاجه، طب يعني واحده مثلا تشتري شقه بس في دور عالي شويه، 11 12. انا سمعت الموقف ده قريته كده. ففضلت تقول، بتسال صحابها وهم قاعدين في قاعده كده. هنا كنت عملت دخلت على اوضتي رتبت الدنيا ايه، زي ما قلت لكم اللي هو التايمر نص ساعه.
بتاخدي نص ساعه وتخشي تظبطي الدنيا، تغيري ملايات، تنفضي شباك، تمسحي كومود، تلمعي مرايه، ترتبي ظرف الدولاب كده، يعني الموضوع هيمشي معاكي بسلاسه. نص ساعه ساعه والله حسب رايحه الترتيب فين؟ اللي موجود في طب الاوضه. انا صلي على هعمل النبي دي ولا وحد دي؟ الله ويلا طب نكمل ما بقيه استنى اعمل الموضوع دي. اللي كنا في الاخر بنتكلم انت فيه. تكوني بتلفي في كانت حلقه كده بتتكلم مع مفروغ اصحابها منها، وبتقول لهم ايه مفيش رايكم وكده. فيها ففيهم واحده كانت يعني هي معروفه مخرج ان في هي الاخر. متشائمه طول الوقت، صلي شايفه على الموضوع بوحد الله، بزاويه استعيني بالله سوداويه. على قضاء حوائج فكلهم قالوا لها البيت مبروك عليكي وحوائجك انتي، وتمام، وخدي وربنا احتياطاتك يفرجها وظبطي علينا الدنيا كل من هنا ومن المسلمين. هنا ومن هنا تمام، عشان المواعين كان معاها كل يوم اطفال. دي شيء اساسي. التانية انا طلعت لما ببدا كوابيس بره محدش متخيلها. ببدا بيكون ان هو قالت لها الدنيا ازاي خلاص كده بره مفيش حاجه تيجي مره تتعمل، تبصي من البلكونه فبروح تنشري بادئه تاخدك راحتك كلها وتقع في الشارع، المطبخ. مش عارفه يلموكي. لو حصلت حريقه مش هتعرفي تنزلي. لو حصل وابنك وقع انت مش هتلحقي تنزلي، هيكون خلاص مات. كل السيناريوهات اللي كانت بتقولها حرفيا كانت وحشه. الست اللي كانت عايزه تشتري الشقه كانت بتجيلها كوابيس من قبل ما تروح الشقه، تشائمت منها تشاؤم ما يتوصفش. فكرهت الشقه ورفضت ان هي تروحها اصلا وباعتها بناء على هلاوس شخصيه تانية اقنعتها ان الشقه دي هتبقى كلها كوارث وكلها مصايب ومش هيعدي عليها يوم كويس فيها. حاجات كتيره كمان يعني خيالات اكتر من كده بس انا مش فاكراها كويس. الاسانسير يعطل بيكي وانت في النص، لو انت معاكي عيل يتخنق، حاجات كتير يعني. يكفينا ربنا شر الوحش، شر الناس المتشائمه دايما. فبلاش بلاش بالله عليكم تكونوا من الاشخاص دي اللي بتعكننوا على الاخرين القعده ولا الفضفضه اللي بتفضفضها وفجاه تطلعوا لهم بحوارات تعكنن عليهم حياتهم اللي جايه. فالست عامه اللي كانت بتشتكي دي بتقول ان هي بعد ما تشائمت من الشقه وخدت الفلوس وباعت كده ما عرفتش تشتري شقه تاني، لان الفلوس اتدخلت في مشروع، المشروع فشل، لكن الشقه كانت مضمونه. كانت ممكن تقول لها بلاش احسن وخدي لك شقه اوطى واجري دي، شوفي لها حل تاني. يعني كان في اكتر من زاويه انصحها من غير ما اخليها تبقى شايفه ان ده الخطر بيجري وراها. عامه صاحبتنا دي وصاحبتنا دي الله يصلح حالهم ويهديهم، بس الفكره ان احنا نتعلم من اللي بنشوفه، مش ناخد ونقرا قصص بقى طول اليوم على الفيس وعلى على السوشيال ميديا، ان احنا نقرا قصص ونقرا مواعظ وفي الاخر تلاقي ان احنا ولا اي حاجه، بطيخ على الابيض. انت استفدتي حاجه؟ ايه مش فاكر. ايه اللي مش فاكر؟ انا هنا كنت قشرت بطاطس وبشويها. انا بحب البطاطس مشويه جدا، هي تبقى فيها ايه سنه حرمشه كده. انا نسيت حتى اصورها لكم بعد ما طلعت، يعني بتطلع تاكل سخنه كده من غير اي صوصات ومن غير اي حاجه، لان انا بكون مبهراها بشويه زيت زيتون. ودي البهارات اللي انا عاملاها عباره عن ورق الغار وحبهان وقرنفل وزعتر، بضربهم في اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، بضربهم مع بعض في الكبه او في المطحنه عشان هي مطحنه البهارات، عذرا على سوء الذاكره. وبعبيهم في علبه صغيره عشان في حاجات كتير محتاجه البهارات دي بودر وما بيكونش عندي بودر، فما بيكونش ينفع فيها يتحط صحيح. يعني الورقه نفسها بتاعه الغار او الحبه بتاعه الحبهان علشان اللي هتيجي في بقه هيبقى مراره، عشان هي تبقى طعمها وحش قوي قوي. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله دائما وابدا الحمد لله على كل حاجه. وبلاش تفضلي تشتكي طول الوقت، بلاش تكوني الشخص الشكاي اللي بيعكنن كل قعده بحواراته والمقاس اللي هو عايشه. كلنا عايشين نفس الحكايه، كلنا ولادنا مغلبانا. لو عايزه تاخدي الموضوع من حد ثقه استشيري خبير في العلاقات الزوجيه، استشيري حد في يعني عن جداره يقدر يديكي نصيحه في التربيه. الناس دي هتبقى اهل الثقه انك تاخدي النصيحه من وانت مغمضه. هنا دخلت اعمل البسكوت اللي كنت قلت لكم عليه. البسكوت ده من الحاجات اللي بجد يعني انا كنت حباها قوي في الفتره الاخيره، وكنت مصره ان انا اعملها علشان الكيلو بتاعها عدى ال100 جنيه. والكيلو تيجي تجيبي حاجه من بره فيها حرفشه كده وما فيهاش بركه، ويعني ايه تلاقي العيال كل واحد خد له صباع. ايه ده؟ فين الموضوع اللي احنا كنا جايبينه؟ فين البتاع اللي احنا البسكوت اللي دخلنا بيه؟ والله خلص، ما لحقناش اساسا نحط على اطباق. فالحمد لله على كل حال. انا بقدر اجيب، في غيري ما بيقدرش يجيب، في غيري بيقدر يجيب، انا ما بقدرش اجيب الحاجه دي. فانا عامه من الناس اللي بتحب الحاجه اللي تعجبني اعملها في البيت، لاني انا بحب المطبخ وبحب التفاصيل بتاعته. فليه لا اوفر الحاجات بتاعته اللي انا محتاجاها واعملها. ما تقفيش على تفاصيل معينه، اعملي اللي نفسك فيه واعملي اللي بتحبيه في بيتك بايديكي وخلي ولادك يشاركوكي فيه.
اي حاجه تعمليها ابدأي بكميه قليله، ما تبدأيش بكميات كبيره، عشان لو الحاجه باظت يبقى ما خسرتيش كتير. صلي على النبي وحيد الله كده، وربنا يحسن ما بين ايدينا دايما، ويبارك لنا في القليل، ويبارك في اعمارنا، ويبارك في اولادنا، ويجازينا كل خير. دي وصفه حد من الشخصيات المعروفه على النت بتعمل وصفات في المطبخ. فانا ما كنتش عايزه العب في اي مقادير، خدتها زي ما هي، وكنت صراحه جربت لها اكتر من وصفه قبل كده وظبطت معايا في حاجات كتير. فقلت لو ظبطت هقول لكم اسمها، لو ما ظبطتش مش هقول اسمها، يعني عشان مش لازم ما ظبطتش معايا يبقى هي مش كويسه، كان انا غلطت في حاجه، يمكن في حاجه كده ولا كده، بس هي ظبطت الحمد لله. هنا بقول لكم ما رضيتش العب بالظبط في اي حاجه، المعيار اللي كتبته لكم على الشاشه هو اللي انا مشيت بيه، وهي كانت بتقول ان هو بالظبط زي الكيك، بس شيلنا منها اللبن. الكيك طبعا معروفه كوبايه من اللبن، هنا مفيش لبن خالص، يعني هتبقى 4 بيضات، هتبقى الفانيليا والمعلقه الصغيره من البيكنج باودر، وكوبايتين ونص من الدقيق، وكوبايه الا ربع من الزيت، وكوبايه الا ربع من السكر، ورشه من الملح. وهنا في الاخر طعمناها باليانسون والشمر، هي طعمتها بيانسون بس الحمد لله كانت حلوه ولذيذه وعجبت كل اللي دقها. والله انا ما لحقتش ان انا اكمل الوصفه صح، يعني المفروض ان هي بتتقطع وتهدى، بعد ما تهدى 5 دقايق تتقطع وتتحط في اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، تاخد تحميصه كده من الجناب عشان تبقى ايه شبه بتاعه بره. انا ما لحقتش اعمل كده من كتر ما هما كانوا بيخطفوها ما لحقتش. فالحمد لله عجبتهم، وهنكررها تاني، بس هنبقى ضعفنا الكميه شويه، وربنا يكبر بخاطرنا ويرضينا ويرضى عننا، وهنظبط بقى اي تكه. يعني المره دي انا الصينيه وسعت مني، الصينيه دي يمكن عايزه ضعف المقدار ده، تمام. فانا المره الجايه ان شاء الله هعمل في نفس الصينيه، بس هضاعف المقدار ده، او هصغر الصينيه لو هعمل نفس المقدار. هنا دهنتها برشه من الزيت، دهنت الطاسه، وكمان يعني نقطتين من السمنه، بس ما احتاجتش اكتر من كده. هي دهنت ايدها بالزيت، انا ما دهنتش ايدي لان العجينه كنت شايفه ان هي فيها ماده دهنيه كفايه ان هي ما تلزقش في ايدي، تمام. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. هنا هتحطي بعد ما هتدهني كويس، في ناس ممكن تحط في صينيه اساسا غير قابله للصق، هي عملت كده، انا ما عنديش صراحه صينيه بالشكل ده. وفي ناس ممكن تحط ورق زبده، انا حبيت ان الطاسه الالومنيا تديها هي اللون من تحت، لان الالومنيا صراحه بتخدم الحاجه حلو قوي في الالوان، يعني بتديها الكراست او الشكل اللي احنا عايزينه، من غير بقى ما نفضل نولع هنا مخصوص وهنا مخصوص. لا، الموضوع كان ماشي حلو جميل. بس هي التكه اللي انا هنا هظبطها المره الجايه ان شاء الله، ان هي كانت طلعت رهيفه قوي، وان شاء الله المره الجايه هعليها شويه او هضاعف المقدار في نفس الصينيه. وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، ويبارك في القليل، وينجينا من كل حاجه وحشه، ويا رب حق لا اله الا الله يطعم كل جائع على وجه الارض. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. هنا انا كنت بنزل كل الدقيق وكل العجين اللي كان في المضرب. انا ما بحبش صراحه اهدر اي حاجه ما بحبش اهدرها، لان في ناس بتتمنى الفتافيت اللي احنا بنرميها، والله بجد. هنا بقى سويتها بايدي، وهظبط الشكل قدر الامكان ان يبقى سوا واحد، مش في حته عاليه وحته واطيه، وعلشان تستوي كلها في نفس الوقت وفي نفس الميعاد. هتاخد معاكي من 25 او 27 ل 30 دقيقه حسب الفرن بتاعك، برضو الفرن بيكون مسخن، انتي مسخناه مسبقا على درجه 180، وبتحطي في الرف اللي في النص لحد ما تتظبط، يعني هتلاقيها خدت اللون المطلوب من فوق وباينه ان هي استوت. تلاقيها غير الكيك، برضو الكيك عشان بيبقى سايب شويه كده فبتلاقيها مميميه لو كانت لسه مستويتش، لكن دي لا، ممكن تشوفي بخله لو انت عايزه، هتلاقي الموضوع برضو استوى. هنا هتظبطي الدنيا وهتظبطي الوش لحد وتساوي برضو الاطراف اللي هي الاطراف اللي هي دي بالظبط كده. وبعد كده تدخليها الفرن على زي ما قلت لك الحراره المطلوبه، وكمان الوقت المطلوب علشان تطلع مظبوطه معاكي. والحاجه دي تظبطي لها تايمر علشان ما تفضليش تفتحي عليها، تفتحي وتقفلي الفرن، فبتخرجي كل شويه الحراره وتدخلي هواء، فبتخلي الحاجه اللي جوه تهبط وتبوظ. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. حادي الله كتير وانتي شغاله على حاجه، وخليكي ظنه في الله ان ربنا هيكرمك، وان شاء الله يعني هيجبرك انك الحاجه اللي في ايدك دي تبقى ان شاء الله في احسن حالاتها. انزل اقعد معاه صليت على شويه، النبي عليه فمسكت الصلاه كل حاجه والسلام. في ايدي انا دخلتها الفرن، ونزلت له. وبابايا رن شايفين شكل عليا المطبخ؟ علشان يا لهوي، يا نهار ابيض عليا. كمان كنت مطلعه البانيه كنت هعمله، بس الحمد لله. يعني هو لما رن عليا كان عايزني اتعشى معاه،
ونقضي وقت حلو مع بعض. جدتي هنا بالمره، فبنرجع ذكريات وبنفضل نفكر بعض بذكريات حلوه قديمه عدت. الحمد لله كان يوم حلو ولطيف. نزلنا ولقيت مامتي حضرت الاكل. ده كان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. دي تجليه صعيدي، تجليه وباميه وملوخيه ناشفه وشويه سلطه بالخضره من ايدين الحاجه وشويه بلح وعصير، لان بابا وماما كانوا اللهم صل وبارك على نبينا محمد. وزي ما قلت لكم ان انا بنفضل حاطه ان اي حاجه نحطها في الفرن من المخبوزات بكون عامله لها تايمر. اول ما رن التايمر وانا تحت سبت صالح كان معايا والبنات كانوا في التمرين مع اختي، واللهم صل وبارك على نبينا محمد. طلعت يا دوبك لقيتها ايه، عايزه طلب. كانت حاجه كده ما شاء الله، الله اكبر عليها. هي المفروض ان انت بتستني عليها 5 دقايق وبعد كده تقطعيها وتدخليها الفرن زي ما قلت لكم عشان تاخد لون وتبقى شبه ايه، شبه الفايش والبقسماط والحاجات دي، تبقى كريسبي شويه. بس انا طبعا لاني كنت سايبه صالح تحت وصالح ملوش ان هو يفضل قاعد في حته فهيغلبهم بصراحه، كنت قلقانه وقلت هقطعها كده ولما اطلع هبقى اديها تحميصه في الفرن. فقلت هاخد لهم كام حته من اللي انا عملتها عشان ادوقها لهم واشوف رايهم برضو فيها ايه. خدت لهم الطبق ده والباقي قطعته وقلت اوقفهم كده زي ما هتشوفي، علشان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ياخدوا حراره الفرن كده ويمسكوا نفسهم شويه ويخرجوا قليلا من الرطوبه اللي فيهم. بس بصراحه كانت خطيره، وزي ما قلت لكم ان هي كانت هنا واطيه شويه، فانا المره الجايه هعملها السمك بتاعها اعلى. السمك هنا كان اقل من المفروض. فالمره الجايه ان شاء الله، كل مره بنتعلم حاجه وانتي اللي هتعلمي نفسك بنفسك، محدش هيعلمك. جربي وتعلمي، زي ما قلت لك جربي في حاجات بسيطه وقليله عشان لو خسرتي ما تخسريش كتير، وما تقيسيش لان محدش والد متعلم. واللي ما نجحش معاكي النهارده ان شاء الله ربنا يريد وتنجحي فيه المره الجايه. المفتاح كان جنبي هنا علشان انا دخلت بالمطبخ من كتر ما انا مستعجله. الحمد لله كان يجنن. الف هنا، سلام.